عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا رب تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا حلقه من مسلسلكم بحر الظلام، حلقه رائعه بزاف. غادي نشوفوا مصطفى البنات من بعد ما ضربوا بالرصاص، من بعد ما قال ليه بلي الزوجه ديالك راه كاينه غير في الصندوق تمايا حدا الاخ ديالك. وغادي نشوفوا كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالو من بعد ما مشاو خداو منه كلشي. غادي نشوفوا غادي يلقى مرتو اللي قال ليه بلي بقات ليها غير ساعتين، حيت عطاوها واحد الماده اللي الا ما مشات للسبيطار من بعد ساعتين غادي تموت، لا هي ولا الجنين ديالها. الام ديال طاهر اللي كانت كطلب الله باش ولادها يحفظهم ليها الله. بطبيعه الحال الحمد لله الدعوات ديالها راه مستجابه، حيت طاهر بطبيعه الحال ما ماتش، حيت كان لابس هذيك البنات ديال السدره، يعني داك الرصاصه ما دخلاتش في الجسم ديالو. وغادي نشوفوا البنات طاهر من بعد ما رجع للوعي ديالو، يعني كان مصطفى في واحد الموقف اللي لا يحسد عليه. المهم غادي نشوفوا كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديال مصطفى من بعد ما كان كيطلب منه السماحه. قال لي بلي مرتي راه حتى هي غادي تموت، غادي تفقد لينا الحياة، حيت عطاوها واحد المادة راه ما عندنا حتى كيفاش نديرو باش نديوها للمستشفى. غادي نشوفو غادي يهزها طبيعة الحال طاهر فوق ظهرو، وغادي يكون غادي بها. المهم بزاف ديال الحاجات اللي غادي يوقعو. غادي نشوفو واش غادي يوصلوها للمستشفى، واش غادي تموت هاديك سيا ولا غادي تبقى حية. المهم بزاف ديال الاحداث اللي غادي يوقعو، واش غادي تبقى تحافظ على الجنين ديالها ولا غادي يموت. المهم بزاف ديال الحوايج الزوينين اللي غادي يكونوا في هاد الحلقة. غادي نشوفو البوليس اللي غادي يمشيو للدار ديال فيصل، وغادي يلقاو بلي راه نقاو كلشي، يعني فيصل ما بقاش بلاصتو، كلشي المهم تنظف. يعني بزاف ديال الاحداث. بلا ما نطول عليكم ندخل معكم التفاصيل ديال الحلقه. كنطلب منكم ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. نبداو معكم في الحلقه ديالنا. غادي نشوفوا هنايا البنات مصطفى من بعد ما جا عنده السيد وحط عليه المسدس وخلاه باش يتصنت الاوديو ديال فيصل، فاش قال ليه الصراحه صعيب الحال باش تقتل الاخ ديالك، الا حطيتي في هذا الموقف صعيب بزاف. انا كنت في بلاصه كندير نفس الحاجه، غنعتق المراه ديالي وولدي. وهنايا غادي يقول لي ولكن للاسف مرتك راه كاينه غير عند الاخ ديالك، ودابا غادي نضربك برصاصه. غادي يضربوا هذاك السيد، وغادي يقول لي بلي السياره ما غاديش تكون عندك، والتليفون ما غاديش تكون عندك، الا ما ديتيش مرتك من هنا لساعتين غادي تموت، حيت عطيناها واحد الماده الا كاع ما ماتش هي الجنين ديالها غادي يموت. وهنايا مصطفى ما بقى عنده حتى شي حل من غير يدخل. قال لي كون بقى الاخ ديالك عايش في الحياه كون هو اللي غادي يساعدك، ولكن للاسف يعني الحياه ما كتعطيناش اي حاجه بغيناها. هنايا البنات غادي نشوفوا مصطفى مسكين من بعد ما مضروب ومرتو كاينه في الصندوق، يعني غادي تموت في أي لحظه، ولا الجنين ديالها غادي يموت في أي لحظه. غادي يمشي مسكين كيعرش، وغادي يدخل هنايا. فاش غادي يدخل غادي يلقى الاخ ديالو الاخ ديالو منشور في الارض، وهنايا غادي تكون الصدمه ديالو. وغادي نشوفوا نفاس اللي كانت مصدومه من بعد ما قتلت فيصل، يعني حالتها حالة الخيبة بزاف. غادي نشوفوا البنات هنايا غادي يجي هذاك الراجل اللي غادي نعرفوا مازال في الحلقات اللي غنحط لكم ان شاء الله باللي هو الاب الحقيقي ديال فيصل. البنات الاب الحقيقي ديال فيصل، يعني هذا هو بابا فيصل، وهو اللي قتل. واحد المفاجأة البنات غادي تبان مازال في هذه الحلقة، هو اللي قتل طاهر العم ديال طاهر. فهمتوا؟ العم ديالو، العم ديال مصطفى كان سميتو طاهر، حتى هو داكشي علاش سماه ولا سميت عمو. ولكن كاينه المفاجأة الكبيرة بلي طاهر راه ماشي ولد، ماشي خو مصطفى. فهمتوا؟ يعني ولد طاهر، ولد طاهر اللي مات، داكشي علاش سماو على سميت ديال باباه. المهم البنات هنايا باش ما نشتتكم على المقاطع، غادي نشوفوا البنات هنايا مصطفى غادي يخرج اسيا من داك الصندوق، وبدا كيطلب ربي باش تكون بخير. غادي يخرجها ولكن هي ما كتهضر ما كتنفس ما والو. غادي يجبدها وغادي يمشي عند الاخ ديالو، بدا كيبكي فوق ظهره، ولكن غادي يبان ليه بلي ما كاين لا دم لا والو في الظهر ديال الاخ ديالو. المهم هنايا البنات غادي نشوف الام ديال طاهر اللي كانت كتطلب ربي باش يحفظ ليها وليدتها وكتقرا في القران. يعني ربي استجب ليها الدعوات ديالها، يعني الدعوات ديال الام راه ما كيضيعوش. كنطلبوا الله يحفظهم لينا، اللي عنده والدين الله يحفظهم ليه، واللي ماتوا الله يرحمهم والله يوليهم برحمه الله. هنايا البنات غادي نشوفوا هنايا هذاك الراجل اللي هو الاب ديال فيصل، اللي باقي بقى فيصل ما كيعرفش بلي هو الاب ديالو، اللي كان كيساعدو ديما. غادي نشوفوا البنات هنا البوليس غادي يمشيو للدار ديال فيصل. قال لي ما عندنا حتى شي حل اخر، نمشيو غير للدار ديالو، حيت ملي بان ما عنده فين يمشي. انا غادي يقول ليه ولكن نفاس غادي تقتلو بالمسدس ديالي. قال لي يلاه نمشيو نشوفو. هنا البنات غادي نشوفوا هنايا اسيا من بعد ما خرج مصطفى بدا كيطلبها، كيقول لها عفاك فيقا اسيا ما ديريش فيا بحال ما هكا.
غادي نشوفو غادي يمشي عند طاهر قال ليه سمح لي خويا، سمح لي قتلتك، سمح لي، بدا كيطلب منه السماحه. ولكن فاش غادي يقيسو من صدرو غادي يلقى بلي ما كاين لا دم لا والو. بدا كيحيد ليه فهادوك الحويجات اللي كان لابس، كيقول الحمد لله خويا انت ما متيش، خويا ما متيش. غادي يجرد دوك الحوايج غادي يلقى بلي راه طاهر كان لابس هذيك الستره، فهمتوا يا البنات، هذيك اللي كيلبسوا البوليس كان لابسها، يعني الرصاصه ما دخلتش في الجسم ديالو. بدا كيحمد الله كيقول الحمد لله البطل ديالي، الحمد لله ما قتلتكش، الحمد لله. بدا كيطلب ربي كيحمد الله ويشكر. هنايا البنات غادي يبدا مو هذاك طاهر كيرجع للوعي ديالو، قال لك طلق مني خنقتيني. غادي يبدا يتفكر طاهر فاش كان مع علي، قال ليه بلي راه يمشي عند عند هذاك فيصل. قال ليه هذا غير فخ، يعني ما هو ما عندوش غرض بأسية، يعني عنده غرض بيا. قال لي ولكن الا بغيت تمشي صاحبي خاصك تلبس السدره. وغادي يقول لي صافي واخا، غادي يعطيها ليه. وهنايا غادي نشوفوا البنات لبسها، وغادي نشوفوا هنايا البنات غادي يرجع للوعي ديالو. غادي يمشي عند خو غادي يقول ليه مالك مالك. قال لي صراحه ضربني في رجلي، ولكن الرصاصه راه غير دخلت وخرجت، ما تخافش عليا. ولكن اسيا خويا راه غادي تموت من بعد ساعتين، حيت عطاوها واحد الماده اللي قاصحه بزاف. قال لي اش كتقول انت؟ قال لي هادشي اللي كاين اخويا، انا صافي غادي نخسر مرتي، حيت حتى ما عندي حتى باش كيفاش نوصلوها للمستشفى، لا التليفون لا والو، كلشي خداع منا. غادي يبدا يبكي، غادي يقول ليه ما تخافش. وهنايا غادي يجلس يعني طاهر باش يرجع النفس ديالو، حيت صراحه ديك الرصاصه واخا ما كانتش داخله للجسم ديالو ولكن راه كتعذب الانسان، فهمتوا. وغادي يجلسوا بجوج ثلاثه بيهم كما كتشوفوا حالتهم. غادي نشوفوا هنا البوليس من بعد ما وصلوا للدار ديال فيصل. غادي يدخلوا وبداو كيغوتوا، المهم باش يهرسوا داك الباب راه صعيب. المهم هنايا البنات غادي نشوفوا طاهر كان هز اسيا، غادي يقولها انت السياره انت الشاف، جلس هنا حتى نرجع لك باش نديك معايا السياره. كيسحاب ليها مسكين السياره، راه ما خسرهاش هذاك الحقير. لقاو بلي السياره ديالهم بجوج، يعني ضربهم وخسر ليهم البناوات. غادي يقول لي يلا نكملوا على رجلينا، هنا ما عندنا فين، ما عندنا باش نمشيو، يعني خاصنا نكملوا على رجلينا. هنا غادي يقول لي يلا صافي شفتي يلا زيد تبعني. هنايا مسكين طاهر واخا ضربو خو واخا كلشي، يعني عارف بلي ضربوه على قبل مرتو وولدو. هنايا البيت واحد الموقف صعيب بزاف تحط فيه مصطفى. غادي نشوفوا هنايا الدراري التوأم كانوا كيمشيو ويجيو، وهنايا كتشوف فيهم الام ديالهم كتقول لهم طاو صوني على طاهر ولا حتى على مصطفى نشوفوا شنو واقع. غادي يقول حتى شي واحد ما كيجاوب. هنايا بدات الام ديالهم كتغوت كتقول لهم الله ياخذ الحق في هذوك الناس. المهم في المشهد الاخر غادي نشوفوا طاهر كان ركب هذيك اسية فوق ظهره، وغادي يتبعو مصطفى وكيقول ليه عافاك اخويا ما كمل طريق حيت كنعيا وقف. قال لي ما توقفش اخويا عافاك كمل غير طريقك، غادي يتموا غاديين عاوتاني، حيت اصلا طاهر ما غاديش يستسلم كما كتشوفوا. غادي يكمل الطريق ديالو، ولكن مصطفى في واحد اللحظه من اللحظات غادي يطيح، فهمتوا. غادي يطيح البنات. فاش غادي يطيح حيت ما قادرش رجليه راه تصابت البنات. واش كاع مسكين الصبر، يعني تحمل واحد باش يوصلوا مرتو للسبيطار قبل ما تفقد الجنين ديالها ولا حتى هي تموت. الله يحضر سلامه. وغادي يطيح مصطفى وغادي يحاول هذاك طاهر مسكين باش يمد ليه يدو. غادي يقول ليه شد فيا مزيان ونوض. غادي يشد فيه، غادي يقول ليه نوض وتحمل باش نوصلوا، يعني تحمل الالم ديالك بما وصلنا للسبيطار. هنايا البنات غادي يحاول مصطفى باش ينوض، غادي ينوض مسكين حيت ما عنده حتى شي حل اخر، فهمتوا. وغادي ينوض وغادي يتم غادي نشوفوا البنات على هذاك عفوا هذاك طاهر مسكين كيحاول باش يوصل لمرت خو للمستشفى في اقرب وقت. البوليس من بعد ما وصلوا للدار ديال فيصل غادي يبداو يهرسوا في الباب وغادي يدخلوا، ولكن الباب بدا كيغوت. وغادي يمشي هذاك علا غادي يدير واحد الرقم، غادي يقول ليه باش انت عرفتي زعما الكود. قال لي واش انت ما عرفتيش فيصل بلي مريض، راه دار السميه ديالو انا عارفه غادي يدير بحال ما هكا، غير درت الارقام اللي كيناسبوا السميه ديالو صافي. قال لي هكذاك صافي. غادي يدخلوا، قال لي يلاه نمشيو نشوفوا. غادي يدخلوا يلقاو الدار نقيه ما فيها حتى شي حاجه، ولكن غادي يشم داك البوليسي الريحه ديال البنات ديال الدار، يعني فهمتوا الريحه ديال الدار. وغادي يبدا يدير هكا غادي يشم ديك الريحه. غادي يقول ليه يلا سيقوا يلا نقاو الدار، يعني نفس
قتلات طاهر هذاك فيصل ولا ضرباتو. غادي يقول لها شنو كتقول اخويا، قالت له شكون غادي يجي ينقي هنايا، قال لها هذاك الشيء اللي كاين. غادي ينوض غادي يبدا يقلب، غادي تبان ليه واحد الرصاصه البنات داخله في الحيط. قال لي شتي شنو قلت لك، راه قلت لك بلي ضربات فيصل ولكن ما ماتش، يعني الرصاصه كانت ضرباتو وقيله وخرجت هي في الحيط، واللي جا نقدر ونطفو راه خرج الرصاصه من هاد البلاصه، حيت خرجت الرصاصه بطبيعه الحال. غادي يقول لي وشكون اخويا غادي يدير، غادي يجي عندهم هذاك الدري اللي خدام معاهم، غادي يقول لهم كاينه واحد المراه الفوق، غادي يطلعوا كيجري، غادي يلقاو بلي نفس سدوا ليها عينيها وغمضوا ليها عينيها سميتو شدوا ليها رجليها ويديها. غادي يبداو يفيقوا فيها. غادي يقول لي شكون دار هادشي، قال لي صراحه ما عرفتش، شي حد كيعاون فيصل. وغادي نشوفوا انايا البنات هذاك الراجل كان دا مع فيصل، وبدا كيتفكر فاش مشى دخل للدار ولقى بلي هذيك نفس ضربات فيصل، وكانت مصدومه، ما كانتش كتشوف هنا لا هنا، بقات غير مصدومه في بلاصتها حيت كتشوف فيصل كان حل عينيه بحال الا مات، راه ما ماتش الحقير. المهم هنايا البنات غادي يحاول يساعدو، ولكن غادي تخبى على نفس باش ما تشوفوش، غادي يدور عليها وجهها، غادي يقول لي خذوها للدار الفوق وسدوا لي عينيها، المهم ربطوها. غادي نشوفو غادي يمشي عنده، غادي يقول لي باقي عايش، وغادي نشوفو البنات غادي ياخدو هنايا فيصل معاهم، فهمتوا. من بعد ما غادي ياخدو فيصل يعني غادي نقيو الدار وغادي نطفوها، وغادي يجبد هذيك الرصاصه حيت شافها في الحيط، غادي يجبدها من تمايا، وغادي المهم ينقي الدار كامله باش ما تبان حتى شي حاجه، باش ملي يجيو البوليس ما يشوفوا حتى شي دليل زعما. ومن بعد البنات غادي نشوفو غادي يحيد ديك الرصاصه من الحيط، وغادي ياخد معاه فيصل وغادي يديوه معاه باش يشافي ولا يداوي في شي بلاصه. المهم البنات وصلت لنهايه الحلقه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى حلقه جايه ان شاء الله، وبسلام عليكم، الى اللقاء. تسناو الحلقه الجايه غادي نحطها معكم غدا ان شاء الله، ولا اليوم في العشيه. سلام.